الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الهجرة إن كان فاز بها الأولون ونال أجرها الصحابة الكرام الأولون، وإن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، لكن يا عباد الله إنا لنا في هذا الزمان رجالا ونساء، كبارا وصغارا، علماء وجاهلين، لنا في هذا الزمان هجرة من نوع آخر قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هي هجرة في القلوب، هجرة في القلوب، أن تهاجر إلى الله الواحد الأحد علام الغيوب، أن تهجر المعاصي والذنوب، وأن تعود إلى رب الله تعالى وتفعل الحسنات وتفعل الفرائض والسنن والطاعات. إنها هجرة في القلوب، أن تهاجر ما في هذه الدنيا من شهوات وملذات، تهاجر بها بقلبك إلى الآخرة، ترجو من الله النعيم الذي في الآخرة. إنها هجرة القلوب، أن يهجر قلبك غير الله، أن لا يكون في قلبك سوى الله، أن تهجر ما سوى الله، أن تهجر إذا ما دعوت، إذا ما رفعت يديك تدعو فلا تدعو إلا الله، إذا ما سألت لا تسأل إلا الله، إذا توكلت لا تتوكل إلا على الله، وإذا استنصرت لا تنتصر إلا بالله. هجرة بالقلوب إلى الله. هذا زمانها، هذه أيامها، هجرة بالقلوب إلى القرآن، قراءة وتدبرا وتعلما ما فيه، وأن تحكم بالقرآن. هجرة في هذه الأيام، هجرة في القلوب يا عباد الله، هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع السنة وتطبيق السنة، وأن يكون أمرك كله على السنة، قائما على السنة، نائما على السنة، تستيقظ على السنة، تأكل على السنة، تشرب بالسنة، هيئتك شكلك على السنة، لباسك لباس على السنة، كل شيء صغير وكبير قولا أو عملا يكون على هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فالهجرة يا عباد الله ليس حكاية تحكى ولا رواية تروى، وليست قصائد ولا أشعار ولا خطب على المنابر، وليس يوم الهجرة يوم عطلة، لا والله، وليس للرقص وليس للمديح وليس للطبل. الهجرة عظة وعبرة، الهجرة دروس مستفادة يجب أن نستفيد منها. كم مرت علينا سنوات وسنوات، فهل اتعظت القلوب؟ فهل اعتبرنا؟ هل هاجرنا إلى الله؟ هل هاجرنا إلى القرآن؟ هل هاجرنا إلى السنة؟ عباد الله، الهجرة ليست حكاية تروى، لا والله، لكنها دروس
يجب أن نتعلمها. فالمهاجر يا عباد الله من روض نفسه على حب كلام الله وعلى سنة رسول الله. فالمهاجر يا عباد الله في هذا الزمان من يهجر الذنوب ويقبل على الطاعات ويقبل على المساجد، يهاجر إليها 5 مرات في كل يوم. المهاجر من يهاجر إلى الله فتجده قائما في الليل يذكر الله، يصلي لله، يدعو لله. هذا هو المهاجر في هذه الزمان. المهاجر إلى الله لا يركن إلى الدنيا ولا يركن لشيء من ملذاتها، لكنه مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ألا نكون من المهاجرين فنهجر الخطايا والذنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وقال: يا رسول الله، فأي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. ونحن يا عباد الله في هذه الأيام في زمان الفتن والمعاصي علينا أن نهجرها، أن نهجر الدنيا كلها وأن نسارع إلى الله. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. هذه الدنيا دنيا فتن، فتنة تلوى فتنة. كلما انتهينا من فتنة جاءتنا فتنة أعمق وأشد منها. فالله بالهجرة إلى الله، الله بالهجرة إلى القرآن، الله بالهجرة للسنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا، فروا إلى الله، فروا إلى الله. والله ما لها إلا الله في هذا الزمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.